شغل النسج كان خفيف جدا، لأنه ما كانت عندي إمكانية بجلب الصوف ومواد وأغراض. أشتغل القطعة أبيعها، ما أشتغل ما عندي إمكانية لجلب الصوف. بعد النزوح والتهجير، أول سنة طبعا تعرفين معاناة النزوح الجديد، يعني ما في لا نفسية ولا في مادة ولا في أي شيء. شوي شوي حسيت قمت أحن لمهنتي، يعني بنفس الوقت أعبي فراغي. اشتغلت كمبدئيا كم قطعة، يعني كان مجرد أول ما اشتغلت يعني إنه شنو قطع الدبة وتبع الصوبية قطعين، يعني ما كان ذي اللي ذاك التشجيع. أحبها بس ولكن ما عندي نفسية. بس لما كنت أشوف إنه فعلا إنجاز مهنة قديمة وقليل اللي هن، ولفتت نظر الكل على فكرة، يعني أي شخص يفوت على الخيمة يشوف أي قطعة منسوجة تلفت نظره لدرجة إنه يحسسني إنه فعلا أني مأنجزة شيء، يعني تابعت. ولكن بس ما أشتغل إنه كثير برا، ما عندي ذيش الإمكانية إنه اليوم إذا أنت تطلبين قطعة أو أي شخص يطلب مني قطعة يجلب الصوف أشتغل له إياها بإتقان، أما أشتري وأجيب وهاي ما عندي. هي مهنة يعني أتمنى إنه كل امرأة تمارسها. ليش؟ لأنه تحسينها شيء تراثي داخلي، يعني إنجاز من المرأة إذا كانت أم عائلة أو أم أولاد يعني إنه عندش مجال لهالفكر، عندش مجال لهالمهنة. إيه المرأة تسوي بس بشغلات كثيرة للمرأة، بس أنا أحس إنه الشيء القديم أحسه يعطي بهرية للمرأة أكثر، يعطيها يفيدها هي والخياطة، هي أكثر مهنتين أحبن بالحياة، سند. ولكن أحيانا أنا عندي غريزتين بالنسيج، ما أحب إني أنسج قدام أحد ولا أقعد مع أحد ولا أختلط وقت النسيج. طبعا وبي عندي غريزة، يعني الشاي دائما هو اللي يشجعني، اللي يحفزني إني أظل مستمرة بالقطعة ساعة وساعتين. يعني القاعدة لحالها على فكرة، والشغل والترمين، يعني كل ثقلش على هالقطعة وهي بيدش ما تهتمين بشيء يصير من حواليش، هذا إنجاز بحد ذاته. لأنه الفكر هين عديم الاستقرار، يعني ما تقدر تركزين على شغله. اليوم إذا شغلة ما تحبينها ما تنتجينها. طبعا هالغريزة مو عند كل النساء. أنا تعلمت مجرد كان عندي صديقة أيام زمان، بنت شرطي كانت تنسج إيشنهن بيت جداح. مرة مرتين أضحكت عليها، يعني ليش ما أني أنجزها مثلها، ليش ما أني مرة مرتين طلعت مو كويسة، طلعت فيها شوية إشكاليات، أنتجتها إنه شنو حبيت. لو مو حبيت أجوز أظل شهور أيام وقاعدة مع طولها ما مستحيل إني أتعلم، بس حبيت الفكرة. يعني على مر الأزمات ومر الصعوبات لازم المرة تكون قوية، ما ترميها. اليوم ما وقف عند مشكلة، ما وقف عند أزمة، ما أضحك إنه خلص لحد هين وكفي ومليت وما عاد أقدر أستمر. لا، اللي ما يقع ما يقول. هي قاعدتي أنا. كونين لما عن جد يعني هي بدها راحة نفسية، ولكن بنفس الوقت إيش ما تحسين بالضغوطات تفرقين شحنات بيها تنجزين، خاصة يوم تكونين أنت لحالك. يعني ما بعرف، أنا عندي هاي الغريزة إنه الشغل اللي أشتغله وأنتجه وأتقنه لازم يكون على هيك، يعني سكون بالموضوع، ما أحب الضجة والهاي وما أخذ برأي الغير. على فكرة الشيء اللي يقنعني أنا اللي أطلع. وأتمنى تقوية العمل، تأمين المواد، يعني الدعم اللي يجيني حتى لو كان معنويا بالعكس يوقفني على رجلي يثبتني. يعني الحاجة عندي مع مهنتي بس ولكن بها خلل، يعني مو ضاقة التوسع، وعندي مواهب إني يعني اليوم إيش يخطر على بالك بإمكاني إنجازه وصنعه، ولكن ما في دعم. بالنسبة للمرأة أشجع كل امرأة طبعا اللي يحسن كلمة المرأة، لأنه المرأة هي موجب إنه نقطة تحسينها لما تقولينها بالمجتمع، تحسينها أول على قبل ما نتحرر بهالفكر هذا إنه المرأة عنصر ضعيف، ولكن لا، غلط. المرأة هي أكثر شخص صمود بالحياة، أكثر شخص معاني بالحياة، لأنه كل شيء واقف بهالحياة على المرأة، لا حياة بدون مرأة. أتمنى الأمل المستمر إنه أي شغلة لا تقف عندها، تكون قوية لنفسها ودعم نفسها، لا تتقبل أي مساعدة من شخص، تدعم نفسها بنفسها. من الناس نشتري الناس من الناس، يعني مدهم بلقى، يعني واحد يشد سايبي خطيب، ما بديش تشتري.